السلام عليكم المتتبعين الاعزاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ويلقاكم هذا لا فيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غيكون عباره عن حلوه ديال العيد، غادي يكون عباره عن حلوه ديال كورني بالكاوكاو والشوكولات. كتجي غزاله وكيبغيوها الكبار والصغار، وكتجي مقرمشه. نخليكم مع المقادير اللي غنحتاجوا لهاد كورني. المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الحلوه ديال الكورني، غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض من النوعيه الممتازه، يعني الدقيق الخاص بالحلويات، 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، واحد البيضه، قليل من الملح. وغادي نحتاجو هنا 50 غرام ديال الزبده مذوبه، وغادي نحتاجو هنا الماء الزهر. غادي نعجنوا هاد العجينه كامله بالماء الزهر. اللي بغى يستعمل نص ديال قرعه الماء الزهر ونص ديال الماء عادي، خلط بيناتهم، حتى هي طريقه ناجحه. انا هنا في هذه الطريقه هذه غادي نستعمل حيت عندي دابا متوفر ماء الزهر، غادي نعجن العجينه كلها بماء الزهر. في حاله ما اذا كان عندكم غير نص قرعه ديال الماء الزهر، ممكن تكملوا بالماء عادي طروبيني، بجوج بهم ناجحين. انا كنديرهم بجوج طرق ناجحين 100%. دابا الان غادي نبدا نخلط المقادير، يعني غنبدا نضيف المقادير. غادي نستعمل هنا 2 معالق ديال السكر كلاصي من النوعيه الممتازه، وغادي نضيفو هنا رشه من الملح لتصحيح الذوق، وغادي نضيفو هاد البيضه، وهنا كنكونوا ذوبنا راه بردات شويه. غادي نضيفو ديك 50 غرام ديال الزبده مذوبه. صافي غادي نبدا نجمع دابا هاد الخليط، نحاول نرمل هذيك الدقيق بالزبده. هادو هما المقادير اللي فيه ساهلين، ما فيهش بزاف ديال المقادير. غادي نبدا نجمع بالماء زهر. غادي نضيف واحد الكميه ونبدا نجمع. ما خاصكمش تجريوها بزاف، يعني تحصلوا على عجينه رطبه صافي وتحبسوا. كتبقاو تضيفوا تدريجيا شيئا فشيئا هكا. حسوا بها بدات كتجمع صافي، كندلكوها واحد شويه باش تجانس لينا مزيان. صافي غادي ندلكها هكا. كندلكها بهذه الطريقه هكا غير باش تزيد تهشاش معانا. صافي هذا هو القوام ديالها دابا في القرعه، يعني استعملت القرعه كامله، بقى غير هاد تقريبا واحد كاس الضرب اولا نصف كاس هكا تقريبا. دابا كندهنوا هاد القوالب ديال الكورني، كندهنوهم هكا بالزيت جيدا باش ما يلصقوش لينا. صافي غادي ندهنهم كاملين، وغادي ندوز معكم المرحله الثانيه باش نطلق العجين فيها. المهم انا غادي ندهنهم كاملين ونرجع معكم. غادي نرشوا القليل من الدقيق، وغادي نحلوا هاد العجين اللي درنا في البلاستيكه. وغادي نجيبو المدلك. صافي وغادي نجيبو الجراره، وغادي نحاولوا نقطعوا سيور يعني هكا.
هكا تكون فيهم واحد نص سنتيم هكا، ما يكونوش عراضين بزاف. كورني غادي ناخذوا واحد الشريط هكا، واحد الشريط من هادو، وكنبدا بالراس هو الاول، يعني كنحاول نثبت الراس الاول حتى كنزير صافي، وكنبدا نلوي مع الضغط هكا. انت كتلوي هاد كورني هكا وانت كتجبدي العجينه هكا على هاد الطريقه هكا، وكتحاولي ديما هاد العجينه هادي الثانيه تجيبي شي شويه منها فوق هاد العجينه هادي باش ما منين تجي تحيديه ما يتهرش. انت كتجري او ميم طون كتبقاي تلصقي بصبعك هكا على هاد الشكل هكا حتى كتسالي. كتخليو واحد شويه حد هنا، ما توصلوش العجينه حتى لهنايا باش منين تجيو تحيدوه يطاوعكم دغيا يخرج. اما الا فوتوا العجينه على الحديده ديال القالب ديال الكورني ما تيبغيش يتحيد، يعني كيتعكس وكفالتالي كيتهرس لك داك الكورني وكيخسر. اذا النصائح اللي نعطيكم بحال هكا صافي نخليه واحد شويه هكا، كنبقى نمدد حتى نسالي هذيك الطرف اللي ساليت الاخر كنضغط عليه صافي، كنخليو هاد الشويه هذا يبقى صافي. وغادي ندوزو عاود للثانيه نفس الطريقه، غناخذ عاود واحد الشريط هكا، غادي نحاول نثبت. اول حاجه غنثبت الراس بعدا مزيان، نضغط عليه بحال هاد الشكل هكا صافي، وكنبدا ندور. انا كندور هذا وفي نفس الوقت كندور العجينه وكنثبت على فوق الطرف الاخر، وكنبقى نضغط بالصبع. فاش كندور هكا كنضغط بالصبع هكا، كيجي غزال وبشهاده الجميع. اللي كلاه عندي كيحماق عليه وتيطلب المقادير، وخصصت انني ندير فيديو ليه باش يشوفوا الطريقه كيفاش كنخدموا فيه. شويه ديال الخدمه ولكن كيجي غزال الصراحه ديال الله، كيجي غزال لا في المنظر ولا في المذاق، كيحماق عليه الصغير والكبير. صافي انا كنخلي شي شويه هنا وكنحط صافي. غادي نبقى هكا حتى غنسالي هاد العجين كامله. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما لويتهم. هانتوما شتي كيفاش كيجي. هانتوما كنخلي واحد ليسباس شي شويه هنا باش منين صافي كيطيبوا هي كندور واحد الدوره وكنجرهم. دابا قبل ما ندخلهم للفران غادي نكون ضربت واحد البيضه، غادي نضربها وغادي ندهنهم على هذا الشكل هكا. كنشد صبعي هكا كنحاول ندهنهم من جميع الجوانب، وما تقيسوش الحديده هكا، وحاولوا ما تقيسوش هذيك الحديده صافي. وغادي نحطوهم في هكا على هذا الشكل هكا افقيا هكا، يعني ماشي افقيا عموديا، يعني واقفين على اللاطه، ماشي نعسوهم هكا لا، ماشي نعسوهم لا، نحطوهم هكا كما على هذا الشكل هكا غيدخلوا للفران يطيبوا. انا غادي ندهنهم كاملين بالبيض وغادي ندخلهم للفران يطيبوا. يكون الفران سخون في الاول، ومن بعد غادي نقصلوا النار ونخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى نشوفوهم صافي بداو تيتحمروا، غير كيولي اللون ديالهم ذهبي صافي، وكنقيسو كنلقاوهم قصاحوا صافي وكنخرجوهم. صافي ها هما من بعد ما كيطيبوا لينا، من بعد ما تحمروا من التحت ها هما. دابا كنهبطوهم للجهه التحتانيه باش يزيدوا يكملوا التحمار. وهادو دابا اللي تحمروا صافي كنحيدوهم صافي، هادو كملوا التحمار ديالهم، كيولي هذا هو اللون الذهبي اللي كنحصلوا عليه. هادو مازالين بالنسبه لهادو مازالين، هادو صافي هذا هو اللون اللي كنحصلوا عليه صافي. وكنخرجوهم ونحيدوا لهم دوك الحديدات. هانتوما من بعد ما كنطيبوهم كاملين هذا هو الشكل ديالهم ملي كيتحمروا وكيطيبوا صافي. كنحطوهم وكنخليهم كيبردوا صافي، وكنبداو نحيدوهم بكل سهوله. غير كتبركي واحد شويه كدوري وكيتحيدوا
هكا غير كتضغطي واحد الضغيطه صغيره في هاد البلاصه اللي تيكونوا محلولين، غير كتضغطي واحد الضغيطه ودوري وكيتحيدوا بكل سهوله. صراحه ناجحين دغيا تيصدقوا زعما من المره الاولى، غير كيبغيو شي شويه ديال الصبر في ديك تلويهم وتعطيهم وقتهم في الفران حتى يتحمروا مزيان. صافي كتبركوا غير شي شويه هكا، صافي كيبداو يتحيدوا راسهم، ما كيعذبوش زعما. كيعذبوا غير في المره الاولى فاش كيكونوا سخانين باش تكملوا باش تحيدوا شي وحدين باش تكملوا العجين. الا عندكم الوقت كتخليو حتى كتساليو عاود تعاودوا تبداو من ثاني وجديد. حمرت كاوكاو وقشرته، حيدت له القشره ديالو، وغادي ندوب دابا الشكلاط. نصف باكيه ديال الشكلاط من نوع كالا، هو اللي كنستعمل ديما في الحلويات. صافي دابا غادي نديرو في حمام مريم يذوب، وغادي نعمرو هاد لي كورني. صافي من بعد ما ذوبنا الشكلاط، دابا غادي نخلطوا هذاك الكاوكاو من بعد ما نقيناه هكاك، تنخليوه صاين يعني ما كنهرمشوه ما حتى حاجه، كنخليوه هكاك. المهم الحشوه او العماره ديال الكورني كتبقى اختياريه، يعني لكم الاختيار باش ما بغيتو تعمروا. ممكن تعمروا بنيستلي كراميل مع اللوز اولا الكركاع، ممكن تعمروا غير هكا اللوز بدل الكاوكاو مع الشكلاط، اللي بغيتو، اولا غير الكوك مطحون مع نيستلي هكاك ماشي كراميل يعني عادي. المهم الحشوه كتبقى اختياريه العماره باش ما بغيتو عمرو. صافي حنا خلطنا داك الكاوكاو مع الشكلاط جيدا. دابا غادي ندوزو نعمرو هادوك القوالب ديال الكورني. صافي غادي ناخذ واحد الشبكه، هنا راه خديت غير الشبكه ديال الشوايه الكهربائيه، هي اللي كتساعدني باش كيبقاو واقفين. اللي عنده حتى شي شبكه فيها هكا شي تقيبات باش يبقاو كل واحد تحطو على ديك التقيبه باش يبقى الكورني واقف باش يجمد داك الشكلاط. انا هنا هانتوما شوفوا الطريقه اللي استعملت. المهم كلها تبتكر في دارها، المهم تشوف الطريقه اللي باش يبقاو لي هذوك لي كورني واقفين. اولا تجيب شي شبكه دائريه وتبدا تستف وحده هكا باش ما يطيحوش، حيت الا طاحوا كيتزلع داك الكاوكاو والشكلاط. انا تعمدت انني ندير لهم بحال هكا، صافي كيبقاو ثابتين يعني ما كيطيحوا ما كيتحركوا. صافي كيشدوا راسهم اون فوا كيجمدوا، صافي كنحيدهم، راه دغيا تيجمد الشكلاط غير يشدوا راسهم. صافي هنا عمرتهم كاملين، دابا خليتهم حتى شدوا راسهم مزيان. صافي وكنقدموهم بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كورني ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وتكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم هاد الحلوه ديال العيد. حلوه سهله بمكونات بسيطه ورائعه في المنظر، وكيبغيوها الكبار والصغار. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم لما لا في هذا العيد هذا ان شاء الله. وتنتمنى اللي وصلت لنهايه الفيديو دير لي لايك واشتراك بالنسبه للناس الجدد اللي عاد دخلوا، واشتراك هذا فضلا منكم وليس بامره، ومزيدا من الدعم القناه ديالي ان شاء الله. وشكرا للناس القدام اللي ديما مدعميني وديما كيتفرجوا ليا وديما كيشاهدوا لي فيديو لي لايك ديالهم. جزاكم الله كل خير ان شاء الله، وعواشركم مبروكه، وشكرا لكم على المشاهده، والى فيديو لاحق ان شاء الله. الى اللقاء.